في الفيديو ده هعرفك ازاي تعمل تأثيرات الكتابة على برنامج ادوبي افتر افكت. فيلا بينا على طول نخش في الفيديو بتاعنا. بص يا سيدي، فيديو النهارده هيبقى فيديو مهم جدا، لان انا هقول لك النهارده ازاي تعمل تأثيرات الكتابة على برنامج ادوبي افتر افكت. طبعا انت عارف ان انا غبت، انا معاك وكل حاجه، بس دي كانت بسبب فتره امتحانات عندي، فالحمد لله خلصت. فبعد ما خلصت على طول رجعنا، فان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها حبه فيديوهات حلوه، وهتلاحظوا ان شاء الله كمان التطور. فقبل ما نبدا الفيديو، بس بقى تشترك في القناه مش مشترك، كان فعل زرار الجرس وتنزل تتابعني على حساباتي الفيسبوك والانستجرام والتيك توك كمان. فمن غير رغي كتير كده، تعالى نوضح احنا هنعمل ايه بالظبط. فتعالى بس اشرح لك احنا في الفيديو ده هنشرح ايه بالظبط. طبعا انا مثلا لو عايز اكتب كريم عدلي، تمام، فتلقائيا هتتكتب كده. طب شكلها وحش، يعني شكلها ما يمتعش عينك. يعني مثلا اللي يشوفها يقول الفيديو ده معمول على برنامج بالموبايل مثلا، وبرامج الموبايل ممكن تطلع حاجه احسن منها بكتير، فمش هتنفع دي. فلازم نعملها بافكت. في افكتات على ادوبي بريمير، لكن افتر افكت بيبقى اسرع بكتير جدا ويبقى احسن وتعامله اسهل. طيب هتقول لي انا ازاي وانا شغال على البريمير اخش على افتر افكت؟ هرد عليك واقول لك احنا عملنا فيديو بيشرح عن الموضوع ده، هتلاقيه فوق في الاي، ان انت ازاي تحول من بريمير لافتر افكت او من بريمير لاوديشن. فمثلا على سبيل المثال هنكتب على ادوبي بريمير كريم عدلي، الحته اللي احنا عايزين نعملها او عايزين نعمل عليها التأثير، وهنطبق عليها الخطوات المذكوره في الفيديو ده، فهيدخلنا على افتر افكت. فمن هنا بقى تعالى بقى للشغل. فاول تأثير معانا اللي هو التأثير ده. التأثير ده جامد جدا وصايع جدا، وهو شكله يعني ايه، يخطف عينك كده، الوان كده متداخله بتكتب كده مع نفسها، فهيشدك جدا. فتعال نشوف بنعمله ازاي. طيب تعالى عند اول بقى تأثير معانا اللي هو التأثير ده اللي انا وضحته لكم دلوقتي. طب هنعمله ازاي؟ فكل بسيطة جدا، هو ده التأثير دلوقتي معانا اللي احنا هننفذه دلوقتي. طيب هنعمله ازاي؟ بكل بسيطة هنعمل كومبوزيشن جديدة بأي حاجة، مثلا نخليها تكون ب 33 مثلا، أي حاجة. اوكي تمام، فهتفتح لنا دي، فهنكتب الاسم اللي احنا عايزين نكتبه بالطريقة دي. فأنا مثلا هكتب اسم اللي هو كريم، تمام، فكتبته. فهدوس على اللاير بتاع الكريم من التايم لاين وحرف الاس عشان ازود السكيل بتاع كل ده. المفروض اساسيات انت عارفها، تمام جدا. فهنجيبه كده. فالخطوه الجايه بقى ان احنا من التايم لاين هنعمل لاير جديده من كليك يمين نيو، بس هنعمل لاير تكست، مش سوليد ولا لايت ولا اي حاجه، لاير تكست. فدي لاير تكست فارغه، مش هنعمل فيها حاجه، بس هنحددها. هنعمل ماسك ليها بين البين تول. طيب الماسك ده هنعمل ماسك على ايه؟ ماسك على الاسم، بس لازم تكون محدد لير الاسم الفارغ اللي احنا عملناه. طيب فهتيجي انت عند الاسم وهتعمل كده من البين تول بقى، انت اقعد اعمل كده، تمام، الشكل ده. طيب انا مثلا لو كملت مش هتكمل بخط مستقيم، هتعمل بميل. طيب ما خلاص ما ينفعش السلكشن ده يكمل. هنعملها ازاي؟ عشان نفتح بين تول جديد هندوس على الت وكليك بره كده، فلو جبنا هنا هيعمل لنا بين تول جديد. تمام جدا. فهنكمل عادي بنفس الطريقه اهو. طيب انا بقى عايز اعمل النقطتين، هل هعملها كده برضو متواصل؟ لا طبعا مش هينفع، فلازم ادوس الت وحته بره. بس انا مش عايز اعمل النقطتين دلوقتي، لان الماسك هنا لما نيجي بيتكتب بالترتيب. يعني دي هتتكتب الاول وبعدين الراء، فانا عايز بيتكتب بعد الراء الياء وثم النقطتين ثم الميم. فالماسكات هنا بالترتيب، فهنعمل كده برضو كده مثلا، وهندوس الت كليك بره، وهنعمل النقطتين دول بقى. اعملهم اي حاجه، مش انت اصلا مش لازم تحنتف في الاسم اوي، انت عمال تعمله الماسك ده مش لازم تحنتف فيه اوي. تمام، فتعالى كده نكمل اهو، وهنقفل الماسك. فتعالى بقى نعمل الماسك بتاع الميم، هنعمله كده، بس خلي بالك من الكيرفات دي بالشكل ده، ركز معايا. ففتح لنا ماسك جديد. تعالى هنحدد الماسك بتاعنا وهنشتغل كده بس لازم نشتغل بالترتيب. يعني ايه بنشتغل بالترتيب؟ يعني هنكمل الاول الدورية دي، ما ينفعش نعمل دي وبعدين نعمل الدورية، لازم نشتغل بالترتيب. عيد اللفة تاني
كده. انا طبعا بعمل اي حاجه دلوقتي عشان خاطر الفيديو يعني، بس لازم تتعمل بالترتيب. فبالشكل ده كده اهو. طيب عايزين بقى نخلص كده، احنا كده خلصنا الماسك، هنكمل ازاي؟ تمام. فمن قائمة افكت اند بريسيت هنبحث عن افكت اسمه الستروك. تمام. افكت الستروك ده هنحطه على لاير الكتابة الفارغة اللي احنا عملنا فيها الماسك. تمام. فهتفتح لنا دي، فهنحدد هنا اول ماسكس وهنغير اللون لاي لون بحيث يظهر معانا، وهنكبر السمك بقى ايه لحد ما يبقاش فيه لون ابيض خالص ظاهر. ما ينفعش يبقى لون ابيض، لازم يبقى كله لون احمر. فلو كبرنا السمك كده تمام. تعالى برضو عشان ما يكونش السمك كبير قوي يكون في حاجات كتير بره، تعالى مثلا نعمل كده، نجيب من الماسك من هنا كده لان اكيد في زيادات بالشكل ده كده. انت بقى ظبطها على قد ما انت تقدر، بس اهم حاجه ما يكونش فيه لون الكتابه. يعني لو الكتابه لونها ازرق مش ابيض، يعني مش شرط يكون ابيض، لو الكتابه لونها ازرق ما ينفعش يبقى في الماسك ده لون ازرق. يعني حاول تعمله بلون اسمر مثلا او اي لون تاني عشان تعرف تشتغل، ما يكونش ايه، ما تتلخبطش اهو كده. فلو لاحظت مفيش اي لون ابيض خالص، مثلا الحته دي كده كده مفيش اي نقطة لون ابيض حتى، فهي اكيد مش تبقى كده، مستحيل. طيب هنعمل ازاي؟ هنجيب لاير الكتابة الفاضية ننزلها تحت اسم كريم، ولاير الكتابة الفاضية هنحدد التراك مات ونعمل لها الفا مات، بحيث تاخد كده لو لاحظت هتاخد نفس المقاسات بتاعة كريم دي، تاخد نفس المقاسات بتاعتها. طيب هل احنا كده خلصنا؟ لا طبعا. من بقى اللاير الكتابة الفارغة اللي احنا حطينا فيها الافكت بتاع الستروك، من افكت الستروك نفسها هنعمل كي فريم عند الاند، هنعملها بصفر، وهنطلع شويه كده قدام. تعالى نكبر المسافه دي كده، هنطلع مثلا شويه قدام كده، وهنعمل الاند ب100 اهو عشان برضو نشوف الكي فريم. هندوس هنا وبعدين حرف اليو عشان نظهر الكي فريمات، فهنلاحظ ان هي دي الكي فريمات. فهندوس على زرار زيرو من الكيبورد، فهنلاحظ انها بتتكتب بالطريقه دي كده اهو كده بالطريقه دي. انا شايفه انها طريقه حلوه والسرعه مقبوله، فتمام كده تمام جدا. فالخطوه الجايه ان احنا هناخد الليارين دول كده ونعمل لهم بري كومبوزيشن، الليارين دول واحنا كده بنفنش، فهي بري كومب 8. تمام. فايه بقى بعد كده؟ هنخش على قائمه البروجكت، ومن بري كومب 8 اللي هي دي اهي، عشان نتاكد ندوس على دبل كليك عشان نتاكد ان هي، فشايفين انها هي، فهنلغيها كده. فمن بريكومب 8 ده هنعمل لها دوبليكيت مرتين عن طريق كنترول وحرف الدي، كنترول حرف الدي مره وكنترول حرف الدي مره تانية. فهناخد 9 و10 دي عشان هي عندي كتير، فتلاحظ ان في شويه لخبطه كده. فهنبتدي بقى نخش على كل واحده ونغير اللون من افكت الستروك اللي احنا حطيناه على الماسك. تعالى هنشوف دلوقتي. فمثلا اول واحده هنخش على الافكت، هنغير اللون بتاعها عن طريق الافكت كنترول. مثلا تعالى نخليها لون تاني غير الاحمر، اصلا مش عايز الاحمر. تمام. فتعالى نروح تاني هنا عند ال8 برضو هنغير اللون، بدل الاحمر هنخليها لون كحلي مثلا كده اهوت. وهنروح تاني عند اخر واحدة وهنخليها لون مثلا اي لون بقى، نخليها مثلا اللون الاورنج الفاتح ده كده شوية، اللي هو ده كده. فلو جينا بقى شفنا النتيجة دلوقتي، بس لسه فاضل تريكاية واحدة، ان احنا تعالى نكبر دي كده سنة، ان احنا هنبعدهم عن بعض سنة بحيث يظهروا. يعني تعالى كده نشوف بقى النتيجة بعد ما بعدناهم عن بعض، هتفهم دلوقتي ليه بعدناهم عشان تبقى معانا بالمنظر ده. طيب هي كده بطيئة، عايزين نسرعها، هنقربهم من بعض اكتر، نمسك دي ونقربها برضو اكتر كده. فنشغل تاني، برضو بطيئة شوية مش عجباني، عايزينها تبقى لحمة اكتر، فهنقربها من بعض اكتر كده. فنشغل، فلو لاحظت هتلاقي ان كل الالوان متداخلة في بعض كده وهي بتكتب اهي، بس كده. وده كده اول افكت معانا. طيب تاني افكت معانا اللي هي الكتابه تظهر جوه شيب معين، والشيب ده يترسم والكتابه تظهر جواه، اللي هو اللي قدامكم ده. التأثير ده برضو حلو جدا لو انت بس عايز تعمل كول اوت عندك، صريع جدا. فتعالى نشوف بقى نعمله ازاي. طيب عشان بقى نطبق الافكت ده هنشتغل عليه ازاي او هنطبقه ازاي؟ اللي هو ده كده، اللي هو الاسم بيظهر جوه شيب معين.
التأثير ده هنطبقه ازاي؟ سهلة وبسيطة جدا. هنعمل كومبوزيشن جديدة وبرضه بنفس الاعدادات بالكومبوزيشن دي كده، وهنجيب اداة التايب تول وهنكتب اللي احنا عايزينه يظهر. يعني مثلا هنكتب كريم عدلي، احنا بنكتب يعني اي حاجة، بس انت اكتب اللي انت مستخدمه او اللي انت عايز تستخدمه عادي جدا. كريم عدلي تمام. وهندوس كده على دي وهندوس على حرف الاس من الكيبورد عشان خاطر نكبر السكيل بتاعه، وكل ده كنا شارحينه في فيديو من اساسيات الافتر افكت تمام. بس هنصغره شويه، مش عايزينه كبير قوي كده بالشكل ده كده تمام. وهنجيب هنا اداه الريكتانجل تول وهنعمل شيب. هنعمل شيب بس نخليها بلون تاني الاول، كان خلاها احمر مثلا. وهنعمل الشيب كده، بس عايزين نخلي الشيب ده تحت الاسم كده عشان نظبط الاسم جواه. يعني هنمسك كده برضو الاسم وهنظبط الاسم، يعني مثلا كده. والشيب ده ممكن مثلا نعمله كده، نكبرها سنة كده، نخلي مثلا الشيب كده. طيب تمام كده تمام جدا. فالشيب ده هنعمل له نسخة تانية، هندوس على كنترول حرف الدي عشان نعمل منه دوبليكيت. هنحط واحدة فوق الاسم وواحدة تحت الاسم. والاسم ده لو مثلا الاسم ده على لاير او لايرين، مثلا انت كاتب كريم في لاير وعدلي في لاير، او كريم وعدلي في لاير واحدة، عادي ضمان اعمل بري كومبوز ليها تمام. وبعدين ندوس اوكي تمام. وهندوس هنا على اللاير بتاع كريم عدلي وتراك مات، هنعمل لها الفا مات شيب لاير 2 اللي هي اللي فوق. يعني ايه الالفا مات الاول؟ الفا مات دي يعني بنقول ان الكتابه دي او كريم عدلي دي ما تظهرش بس غير في الشيب اللي فوق. طب انا ليه عملت نسخه تانية؟ هقول لك دلوقتي. علشان انا لما عملت الالفا مات دي الشيب اللي فوق عمل انشو. يعني ايه؟ يعني خفاه من هنا تمام تمام جدا. فلو انا مثلا نفترض ان انا عملتش اللاير اللي تحت مش هيكون في شيب اصلا، فهمني؟ فمثلا تعالى نجرب كده. مثلا انا عملت ليه اصلا دي؟ هقول لك دلوقتي. لان انا مثلا لو جبت البوزيشن من هنا ونزلتها تحت هتلاحظ انها جوه الشيب نفسه، فاهمني؟ جوه الشيب مش هيخرج عن الشيب كده بالشكل ده. فعشان كده انا عملت تراك مات. طب لو انا لغيت التراك مات هتلاحظ ان هو بينزل كده. طب احنا مش عايزينه كده، عايزين كأنه طالع من الشيب، فهنعمل الالفا مات تمام تمام جدا. فهنعمل تأثير كده بالبوزيشن بالشكل ده. هنعمل كي فريم هنا ونتحرك سنة كده برضو بحيث يبقى الحركة سموث شوية تمام. وهنطلعه كده فوق تمام تمام جدا. نخليها كده في النص، ننزلها سنة كده بالشكل ده. ونعمل ليه التو كي فريم ده ايزي ايز او اف 9 من الكيبورد ده. كان مش عارف اضغط اف 9 عشان التسجيل ما يقفش، فايزي ايز. فلو جربت لو شغلنا مثلا هنلاحظ انها بطيئة شوية. فهنقرب التو كي فريم ده من بعض، هنقرب الكي فريم ده هنا كده من ده، بسرعة زر الزيرو من الكيبورد برضه هنلاحظ انها بطيئة شوية. فتعال نزود المساحة كده شوية من هنا ونقرب ده برضه سنة كده صغيرة كده، فهنلاحظ انها حلوة كده. طيب هتقولي ان الشيب ده مش حابب اللون الاحمر. سهلة جدا، هنحدد الشيب اللي هو اللي تحت لاير الكتابة، ومن الفيل هنا ندوس على الفيل وهنخليها مفيهاش فيل. فلو هتلاحظ انها هتبقى بالشكل ده. طيب الاطار بقى بتاع الشيب ده هنخليه كأنه بيترسم ازاي؟ سهلة جدا. من الشيب لاير هنا هندوس على اد، ومن اد هنخليها اد تريم باس تمام. ومن التريم باس هنا ندوس على السهم وهندوس على الاند هنا نخليها مثلا الاند يبقى هنا 100. نعمل كي فريم هنا بالمية ونخليها في الاول خالص نخلي الاند بزيرو. وانا حدد التو كي فريم ده برضو ايزي ايز تمام تمام جدا ايزي ايز اهي. فتعالى ندوس بقى على زرار زيرو من الكيبورد ونشوف عملنا ايه. عملنا الشكل ده كده اهو، هو ده اللي احنا عملناه. طيب انت ممكن بقى تظبط، شايفها مثلا سريعة شوية ممكن تجيب دي كده. لو شايفها سريعة الشيب يعني سريع ممكن تعملها كده، فهي كده ظبطت شوية اهي. وممكن برضو تجيب دي كده معاها لو سريعة شوية، فهتبقى كده تمام جدا، هتبقى كده حلوة ومعقولة برضو اهي.
فانت بقى هتفهم مع نفسك وشوف انت عايز تظبطها ازاي، لكن احنا بنشرح كده ايه بشكل كروكي كده. فكده خلصنا الافكت التاني. التأثير التالت ده بقى قصير جدا وانت هتستخدمه كتير. ليه؟ لانه ينفع قوي في عناوين الفيديوهات. يعني مثلا الفيديو ده تأثيرات الكتابة على افتر افكت، فاتكتب بالطريقة دي، فالطريقة بتاعته حلوة ان جنبيه كده المستطيل كأنه هو اللي بيطلع الكتابة، زي ما انت مثلا بتعمل سيرش على يوتيوب او على جوجل. فمثلا لو انا بوضح ان انت هتعمل مثلا سيرش على جوجل بكذا، فهكتبها بالطريقة دي لان الطريقة دي الانسب جدا. فتعالى نشوف هتتعمل ازاي. طب التأثير التالت ده اللي هو ده كده، اللي هو الكتابة بتتكتب وكأن خط بيطلع الكتابة، اللي هو الخط ده كأنك بتكتب حاجة في السيرش كده. فهنعملها ازاي؟ هنجيب برضه هنعمل هنا نيو كومبوزيشن بالاعدادات دي وندوس اوكي، وهنجيب اعدادات تايب تول وهنكتب برضه كريم عدلي، ده اللي احنا بنطبق عليه التأثير بتاعنا. ومن اللاير بتاع كريم عدلي هندوس على حرف الاس ونكبر السكيل شوية. تمام جدا كده اهو، ونخليها مثلا هنا كده. وهنعمل لكريم عدلي دي ماسك من الريكتانجل تول. لازم نكون محددين اللاير عشان نعمل ماسك، عشان لو مش محددين اللاير هيعمل لنا شيب، فلازم اكون محدد اللاير. وهنعمل ماسك كده بالشكل ده اهو. كده احنا عملنا الماسك بتاعنا. طيب الماسك ده انا عملته ليه؟ لو لاحظت من الماسك هنا وجبت خصائص الماسك والماسك بس، فمثلا لو انا مثلا كمان شوية كده عملت مثلا انا عايز هنا كده ماسك بس، عايزها كده تمام، يعني كمان دقيقة عايزها كده ان الكتابة تبقى ظاهرة، لكن انا عايزها في البداية خالص الكتابة كأنها ايه بتتكتب، فماسك هيخفي لي دول كده. فكل كل الحاجات دي المفروض تبقى ثوابت عندك انت عارفها. فلو دوست زرار زيرو من الكيبورد هنلاحظ ان هو بيكتبها لي بالطريقه دي كده تمام. بقى انا عايز اسرعها شويه، هجيب الكي فريم التاني اقربه سنه كده، فهو كده سرعت شويه. تمام جدا. طيب الخط بقى اللي بيبقى جنب الكتابه ده هنعمله ازاي؟ بكل سهوله هنجيب الريكتانجل تول، بس هنعمل كشيب. تمام، فهنعملها ازاي؟ تعالى بس كده عشان نحدد هنعملها ازاي. هنعملها هنا كده عشان تبقى مع بداية الكلام، فتعالى نعملها مثلا هنا كده، نعملها كبيرة كده طويلة شوية ورفيعة عشان ما تبقاش تخينة، عشان تبقى واقعية. وهنعمل الفيل بتاع اللون الأبيض. تمام، فتعالى بقى من البداية هتبقى شكلها عامل كده. طيب هنعملها ازاي؟ هنجيب كده من البوزيشن ندوس على حرف البي عشان يجيب لنا البوزيشن، وهنعمل هنا كي فريم. تمام، وهنجيب لحد ما الكتابة توقف، هنجيب دي كده من البوزيشن ونحركها نخليها هنا كده مثلا، نخليها على آخر حرف من الكتابة بتاعتنا كده. تمام، ندوس على زرار زيرو نشوف احنا عملنا ايه كده. طبعا محتاجة تظبيط سنة كده، عشان لو لاحظت انها الكتابة سابقاها بسنة، يعني من اول كلمة عدل دي ابتدت الكتابة تسبقها بسنة. فاحنا هنحل المشكلة دي ازاي؟ بسيطة جدا، نجيب دي كده ممكن نأخرها سنة صغيرة كده مثلا اهي. ده كان في الوسط. تعالى ندوس على زر زيرو كده نشوف عملنا ايه. بس كده معانا ظبطت، وكده معانا شكلها حلو جدا كأن الكتابة بتطلع من الخط ده. فشايفة انها حلوة جدا وصايعة جدا كمان. ممكن تعملها مثلا بتكتب اي حاجة في فيديو كده عايز تكتبها بشكل حلو، تكتبها بالطريقة دي. وكده خلصنا تالت افكت معانا. الافكت الرابع معانا والاخير وهو افكت حلو تمام، بس ممكن تعمل زيه بالماسك، بس ده له تريكه كده هنعرفها دلوقتي، اللي هو تأثير بالآلة الكاتبة. هو كمان شكله بيبقى حلو، بيبقى تحس ان هو طالع كمان من آلة كاتبة حرف حرف. فتعالى نشوف هيتعمل ازاي. رابع افكت بقى هو افكت تافه جدا، والتأثير ده تافه جدا، اللي هو كده الكتابة هي بتتكتب بالآلة الكاتبة أو بتتكتب حرف حرف. لو أنت ملاحظ كده هنعملها إزاي؟ زي ما احنا متعودين، كومبوزيشن جديدة بالإعدادات دي أوكي، وهنكتب هنا برضو كريم عدلي بكل سهولة جدا أهي. ومن اللاير هنا هندوس على حرف الإس وهنكبر كده تمام، ونجيب أداة الموف تول عشان نسنطرها كده في النص أهي.
طيب هنعملها ازاي بقى؟ بكل سهوله جدا هنخش على قائمه افكت اند بريسيت وهنبحث عن افكت اسمه التايب رايتر. كتبت تايب جاب لي التايب رايتر، هنسحبه على لاير التكست بتاعنا. فلو لاحظت ان هو اختفت، بس لو مشيت كده هتلاحظ انها بتتعامل كانها انجليزي، يعني لو كتابة انجليزية هتلاحظ انها ظبطت معاك على طول. بس احنا هنعدل تعديل صغير كده عشان الكتابة انجليزية. هنعملها ازاي؟ ندوس هنا على السهم ده كده والتكست، وهندوس على الانيميتور 1 والرينج سيلكتور 1. تمام. وهنلاحظ هنا ان الستارت هنا الكي فريمات بتاعت الحركة اهي، عشان هنعدل عليها دلوقتي برضو. فقبل بس ما نعدل عليها هندوس على ادفانسد، وبعدين من المود هنختار السبتراكت. تمام. فلو لاحظت برضو انها هتبقى كده، فهتلاحظ انها مظبطتش قوي. هنعملها ازاي؟ هنبدل التو كي فريمز ده مع بعض. يعني هنجيب مثلا الكي فريم ده هنا، اللي في الاول هتجيبه في الاخر، واللي في الاخر هتجيبه في الاول. فلو دوست على زرار 0 بقى كده من الكيبورد وشغلنا عشان نشوف عملنا ايه، فهتلاحظ انها بطيئة. فعشان كده بقولك هنحتاج بقى الكي فريمات دلوقتي. هنعمل ايه؟ هنقربهم من بعض عشان تبقى شكلها حلو معانا. برضو بطيئة، عايز تسرع سنة اهي. وممكن برضو تعمل التأثير بتاع المربع الصغير ده او المستطيل الصغير ده اللي هو ده كده، عشان برضو تحس ان الكتابة طالعة من المستطيل ده. تمام جدا. وبس كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. قبل الفيديو بس تشترك في قناه وتكون مشترك وكمان تفعل زرار الجرس، وان شاء الله هنرجع رجعه قويه جدا وفيديوهات هتلاحظوا فيها التطور حقيقي. بس كده، يلا نشوفكم فيديو جاي. يلا سلام.